مع انه عارف ان هي ميته، بس لما عرف ان هي لسه فيها الروح ما كانش عايز ينزلها من البيت. وطبعا برضو ده كلام بنتها مش كلامي. وبعد كده اخدوها وطلع بيها على المستشفى. وبعد ما طلع بيها على المستشفى وعرف ان هي ممكن تفوق، طلع يجري بسرعه عشان خايف انها تتكلم، لان طبعا كان في سين وجيم. وطبعا وكيل النيابه سال ايه اللي حصل لها، لان مفيش اصلا نقطه دم، وبعد الكشف عليها تبين انها عندها نزيف داخلي في المخ وما ينفعش يتعامل باي طريقه. طبعا على طول طلع يجري هو. فالولد طبعا راح عشان يجيب البطاقه، اللي هو ابنها الصغير راح يجيب البطاقه عشان يكتب اقواله طبعا وايه اللي حصل وان هو كان فين والكلام ده. وقف له عند البيت طبعا بالسكينه وقال له لو سيرتي جت في حاجه وان انا عملت مع امك حاجه هخلص عليك. والناس طبعا على طول اتحفظوا عليه ومسكوه والشرطه قبضت عليه. في التحقيقات بيتكلم بيقولوا ان هو ضربها بالقلم، بس هو في قلم ممكن يوصل لواحده ان هي يجي لها نزيف في المخ داخلي؟